معمم شيعي سابق ترك العمامي وانتقل للحياة العامة، يطلق تصريح خطير رهيب. اسمعوا. لا انت كنت معمما سابقا، صح، وسكنت في قم وفي طهران في ايران بشكل عام 8 سنوات. صح. يعني بعد ذلك انت شلت العمامه وكنت ملتحيا والان لست كذلك. ما هي نقطة التحول التي يعني غيرت من نبيل الحيدري؟ نعم. المعمم إلى نبيل الحيدري الذي نراه اليوم. نعم. أنه حقيقة الإشكالات الكبيرة التي كانت عندي عن المذهب والتشيع بالذات. متى صارت نقطة التحول؟ حقيقة في قم صارت. أي. يعني في مناسبة هي في ربيع، هاي ما موجودة عندنا بالعراق، أنه يحتفلون يسموها فرحة ربيع، يعني فرحة فاطمة الزهراء بقتل عمر، يمثلون عمر بن الخطاب، يستهزئون بي، ويمثلون عائشة والعياذ بالله، يوقفون صف يتجاوزون عليها، وحاطين حديث في البحار عن جعفر الصادق وحاشاه أن يقول أنه رفع القلم في هذه الليلة بإمكانه أن يفعل، ويفعلون مختلف المحرمات اللي لا يقبلها مسلم. حتى أنا أرى بعض العلماء الكبار جدا يخلعون ملابسه تماما، ربي كما خلق، فاشياء ما مقبوله. ما فهاي صار كانت لي صدمه حقيقه، ما كنت اتوقع ان اراها. فبدات انه اشوف لا، هذول كبار الشخصيات، اكبر المراجع والعلماء وانا كنت ادرس بعض المراجع اللغه العربيه في البيت في السواديب، فبدات اسال الاشكالات الكبيره، فعرفت مثلا قضيه المهدي إشكالات كثيرة، فيقول لي لا تسأل، ترى إذا تسأل تعرف أنه كل القضية ما بها دليل، وهكذا الخمس وغيره. فبدأت أزداد إصرار أن أدرس المبادئ الأساسية، واكتشفت أنها كلها غير صحيحة.